يا واد بالراحة يا واد، مش من هنا يا واد، مش من هنا يا واد. كده يعني بالراحة، خليك من هنا خليك من هنا. هعمل لك كل اللي انت عايزه بالراحة، ده انت محروم. مساء الخير على كل متابعين القناة، يا رب تكونوا بخير. صاحب القصة النهاردة بيحكي قصته على اللسان، ويا ريت تسمعوا القصة للآخر عشان القصة دي فعلا جميلة جدا ومثيرة جدا، وطالب رأيكم فيها ضروري. صاحب القصة بيقول: أنا اسمي سامي، عندي 25 سنة، سافرت السعودية من حوالي 5 سنين وكنت شغال كهربائي. صح يعني خدني واحد صاحبي كان هناك شغال، هو فين معماري، وقال لي هم طالبين هناك كهربائية وتعالى معايا وهتعيش حلو وهتجيب قرش حلو. سافرت معاه، فرحت هناك عند الكفيل. طبعا سافرت تبع كفيل واشتغلنا حوالي سنة، تمام، الدنيا مية مية. العقد بتاعي كان ب4 سنين، والحمد لله الكفيل كان مبسوط مني جدا وكان بيشجعني، وكان يعني مش مخليني عايز أي حاجة. وكنت لما بشتغل شغل مظبوط ويطلع الشغل مفهوش أي حاجة عند التسليم، كان كمان بيكرمني، يعني بيديني فلوس بزيادة، وكان مش مقصر معايا في يوم من الأيام. بصيت لقيت الكفيل بيرن عليا بيقول لي: يا سامي تعالى ضروري، عشان أنا عندي مشكلة في الكهرباء في البيت، حصلت قفلة أو حصل معرفش إيه اللي حصل في البيت، المهم الكهرباء فصلت، فتعالى بسرعة علشان أنا مش عارف أتصرف إزاي. فقلت له حاضر، فخدت بعضي ورحت الفيلا بتاعته ودخلت، ففعلا لقيت في قفلة في المطبخ، ولعت في المطبخ ووضعت الحمام. وطبعا قلت له القفلة دي هتحتاج وقت طويل لأني هغير كل السلوك أو الكابلات بتاعت الكهرباء. قال لي كده خد راحتك، بس أنا عايزها ما تعملش كده تاني. قلت له خلاص ماشي. فالمهم إن الكفيل واقف معايا، حصلت له تليفون، هو جاله تليفون يعني كان ضروري، وبصيت لقيته شكله اتغير واتعصب جدا وقال أنا جاي أنا جاي أنا جاي، وخد بعضه ومشي. فبسأله في حاجة يا باشا ولا في إيه؟ قال لي لا مفيش حاجة، ده مشكلة كبيرة بس تبع الشغل بتاعتي اللي معايا ورايح أشوف حد في إيه، وخد بعضه ومشى. وقال لي لو عوزت أي حاجة الولاد موجودين والبيت بيتك واللي موجودين في البيت إخواتك. قلت له خلاص ماشي، وفعلا سابني ومشى. وأنا قعدت أشتغل في الكهرباء شوية. بصيت لقيت مراته جاية، أول مرة كنت أشوفها وكنت أول مرة ألمحها حتى ولا أعرف إن دي مراته. بصراحة كانت جميلة جميلة الجميلات، كانت جميلة جدا وكانت أنيقة جدا. أنا أول مرة في حياتي أشوف واحدة بالجمال والحلاوة دي. فبصيت لقيتها جاية: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت سامي؟ وابتدانا سامي. أنت كهربائي؟ وابتدانا كهربائي. قالت لي ده أنت يعني ده أنا جوزي مش مبطل كلام عليك، على رجولتك وشهامتك وجدعنتك، وأنت يعني بصراحة نجزته كتير في الشغل. وقعدنا نحكي شوية في الكلام، وبعدين راحت جابت لي عصير وجت قالت لي اشرب كوباية العصير وبعدين ابقى اشتغل، ممكن اتكلم معاك شوية ودردش معاك شوية سام؟ قلت لها اتفضل. انت متجوز؟ قلت لها بصراحة لا. قالت لي ليه؟ قلت لها بصراحة الظروف يعني مش مساعدة، والحالة المادية مش مساعدة، ولسه عايز شقة وعايز مهر وعفش وفرح وموال طويل. فانا قلت بالراحة واحدة واحدة اقوي نفسي. قالت لي ولا يعني خطبت قبل كده ولا حاجة؟ قلت لها لا. قالت لي ماشي. المهم سابتني وخدت بعضها ودخلت جوه، وانا خلصت الشغل بتاعي في اليوم ده ومشيت. جيت تاني يوم عشان اكمل الشغل، جيت وانا اخر يعني الفيلا، لقيت الكفيل بتاعي جابلنا على الباب. قال لي انا ماشي عشان عندي مشوار وممكن ما اجيش اخر النهار، فانت اشتغل الشغل بتاعك، ولو عوزت اكل، عايز تاكل، عايز تشرب، عايز اي حاجه، نادي عن مدام سماح وهي هتجيب لك كل حاجه. هي مراته كانت اسمها سماح. قلت له خلاص ماشي. وفعلا دخلت الشغل وبصيت يا دوبك كان دخلت المطبخ بجفل بقى في المطبخ عشان لسه هخش الحمام وكلام من ده. جفلت كده يعني المطبخ تنيت اجفت فيه. المهم خلصت المطبخ تجفيدي، علب الكهرباء والحاجات ديت وفيش، وسحبت الكابل الرئيسي اللي داخل الحمام، ويا دوبك بفتح باب الحمام لقيتها جوه الحمام زي ما امها جابتها، واقفه بتعمل حاجات غريبه كنت اول مره اشوفها، واول مره اعرف ان الحاجات دي الحريم بتعملها. اللي انا اعرفه ان اللي بيعمل الحاجات دي الشباب، بس انا شفتها اتكهربت. وفعلا سبت الموضوع وقفلت الباب بسرعه ورحت على المطبخ وتنيت قاعد. بصيت لقيتها جايالي ورايا في المطبخ، وعلى فكرة كانت زي ما أمها جابتها. انت فتحت باب الحمام وشفتني وشكلك انخض وشكلك اتغير وجريت بسرعة عليه. قلت أنا آسف والله ما أعرف أي حاجة، ما أعرفش إن انت داخلة الحمام أصلا أساسا، أنا بفكر إن حضرتك في الأوضة. قالت لي لا، ده أنا مستنياك مخصوص. مستنياني مخصوص؟ قالت لي مستنياك مخصوص، يا دوبك انت دخلت المطبخ تشتغل وأنا دخلت الحمام ومستنية إن انت تخش على الحمام. طب انت عايزة إيه بس؟ طب قوليني في إيه؟ قالت لك بص من الآخر، أنا عايزاك انت، عجبتني
دخلت دماغي، وبصراحة مش هسيبك. بص، همتعك وهديك فلوس اللي انت عايزها وهغير حياتك واعمل معاك كل اللي تتمناه، بس بالآخر لو جبت سيرة الجوزي أنا هتبل عليك وأقول اللي أنت اتهجمت عليا، وهحبسك وأخليك عمرك ما تشوف تراب بلدكم تاني وأنا شمت بلدكم تاني، هحبسك مدى الحياة. قلت لها طب إزاي بس؟ أنت عايزاني أعمل كده إزاي؟ ده الراجل مأمني على البيت ومأمني عليكم، وأنا عمري ما خنت وراء وعمري ما خنت حد. أخون الراجل يعني بيوكلني عيش. قالت لي سيبك من الراجل وسيبك من أكلة العيش، أنا مش هوكلك عيش، أنا هوكلك بسبوسة وهمتعك وهدلعك. أنا ما صدقت إني لقيتك. هو ما بيحاولش حاجة وما بيعملش حاجة، ده يوم ما بيجي يعمل معايا حاجة في الأسبوع مرة وبالعافية. أبو الملحية، بص أنا عايزاك بأي وسيلة كانت. وفعلا بصيت لقيتها جاية عليا وقربت مني، وده مسكاني وده شداني وده واخداني في الأوضة. فعلا يعني حصل ما بيننا اللي حصل، ولكن كان أجمل يوم في حياتي وأجمل متعة في حياتي حسيت بيها من يوم ما اتولدت. بصراحة هي غيرت نظرتي للجواز وغيرت نظرتي للحريم. ولكن عشان ما اطولش عليكم، أنا تنيت على الفترة ديت فترة طويلة جدا، لدرجة إن احنا كنا بنتقابل بره في كافيهات، وكانت بتأجر شقة مخصوصة تقابل فيها، وتنيت على كده معاها حوالي داخل في سنة. وأنا تعبت وزهقت من الموضوع ده ومش عارف أتصرف إزاي، خايف إن أنا أمنع نفسي عنها تحبسني أو تضيعني أو تضيع مستقبلي، وخايف أقول لسامي أو الكفيل بتاعي ما يصدقنيش برضه يضرني، ومش عارف أبعد عنها لأنها ماسكة فيا بإيديها وأسنانها ومهدداني. وبصراحة والله أنا مش عارف أتصرف إزاي، يا ريت تفيدوني وتقولوا لي